اهلا بيكم، عاملين ايه؟ جايلكم فيديو جديد. هعمل معاكم طريقة سهلة جدا وبسيطة للكوكيز. معايا نص كوباية من السمنة ونص كوباية من السكر البودرة، وكمان كوبايتين الا ربع من الدقيق، وحوالي معلقتين من الكاكاو الخام، بضاية وكيس فانيليا، ومعلقة من الكربوناتو والشوكليت شيبس. خلاص، هنزل اول حاجة بالسمنة، هي بدرجة حرارة المطبخ. تمام، مش محتاجة ان احنا نسيحها ولا اي حاجة. يعني انت مثلا لو انت شايلاها في التلاجة هتطلعيها قبلها بنص ساعة في الحر ده، هتلاقيها ايه؟ ساحت معاكي. معايا نص كوباية من السكر طحنتها، خليته سكر بودرة. همسك بقى ايه السكر والسمنة كده، اقلبهم جدا مع بعض، يعني لحد لما لون السمنة يفتح. خلاص، ليه هيفتح؟ لان خلاص السكر والسمنة تجانسوا مع بعض وادوا اللون ده. بصوا، لو تخلي بالكم اللون بيفتح ازاي، تقلبي جدا بقى قوي. تمام، لحد ما اللون يفتح معاكي. هنزل بقى بعد كده كل ايه المكونات السايله مع بعض. هنزل ببضايه، اهم حاجه لما تيجي تجيبي بيض وتنزليه في الوصفه بتاعتك، لازم تكسري بضايه بضايه، لانها حصلت معايا كتير. كل مثلا اجي احط اقول لا ده البيض كويس، ده انا لسه جايباه، الاقي بضايه بايظه، لان احنا في الصيف ما تنسوش، وممكن يكون البيض بيبوظ من الحرارة. تمام، هنزل بقى البضايه وعليها كيس من الفانيليا. لو انت عندك فانيليا مثلا سايله او مش في اكياس، يبقى يعني نص معلقه صغيره كده من الفانيليا. هقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه. ما تنسوش ان احنا حطينا نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من السكر البودره، بضايه وكيس فانيليا. معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق، هنخلهم كويس جدا، ومعاهم معلقتين من الكاكاو. يعني يعتبر معانا كوبايتين من الدقيق بالكاكاو الخام كده. تمام، هحط معلقة صغيرة من الكربوناتو، مش البيكنج باودر، لا الكربوناتو. وهحط ذرة ملح. لو انت عايزة الكوكيز بتاعك ناشف يبقى تكتري البيكنج باودر، لا قصدي الكربوناتو، تكتري الكربوناتو. تمام، عايزاه مش ناشف يعني نص نص، يبقى تقللي الايه الكربوناتو. هنحط معلقة صغيرة بس او نص معلقة على حسب ما انت عايزة، لان كتر الكربوناتو بينشف الكوكيز. خلاص، هلم بقى كل الكلام ده كده كله مع بعضه، هلمه ومش هعجنه لحد ما يبقى كلهم بقى لون واحد، وبقى الطبق بتاعي نضيف خالص. يبقى كده تمام، انا العجينة بتاعتي جاهزة. خلاص، هتلميها بايديكي كده، مش محتاجة بقى مضرب ولا اي حاجة. الطريقة سهلة جدا بسيطة، جربوها هتعجبكم جدا. مكونات في البيت، يعني انا متهيألي ما اشتريتش حاجة من بره، هو بس الشوكليت شيبس اللي انا اشتريته من بره. خلاص، كده بقى شكلها. هبدأ بقى اكورها كور صغيرة كده، يعني ايه، خلي بالك انها ايه، بتفرش شوية في الفرن. يعني هتفرش معاكي شويه، فما تكبرهاش قوي، خليها صغننه متوسطه كده، واعمليها وفرحي ولادك. ما تنسوش بقى لو انتوا وصلتوا لحد هنا تشتركوا في القناه، وتختاري الكل، وتحطي لايك، وتكتبي تعليق حلو في صندوق تحت، في صندوق التعليقات. تكتبي لي تعليق حلو، وجربوا الوصفه وقولوا لي رايكم. يعني انا مش عايزاكم تقولوا لي رايكم الا لما تجربوها، بجد طعمها حكايه. هتدخليها بقى فرن سخن جدا، الفرن يكون سخن تحت وفوق، بتسخنيه قوي. طبعا بتدفي الفرن من فوق، بتسيبيه تحت بس، وتقريبا نص ساعة بالكتير، يعني 35 دقيقة بتكون جاهزة. حلوة جدا، طعمها حلو، طريقتها سهلة، مكوناتها في البيت. كده خلاص هي استوت. عارفة بقى ان هي استوت ازاي؟ هقلب الكوكيز من الناحية التانية، هتلاحظ الفرق. ان بصوا ان هو استوى من تحت، يبقى هو تمام من فوق. هجيب برضو خلة وهغرزها من فوق. تمام، يعني هو لسه سخن، فانا مش عارفه امسكه كده، لسه مطلعاه من الفرن. هجيب خله واغرزها من فوق في الكوكيز، هتطلع نضيفه، يبقى كده تمام. الكوكيز بتاعي استوى. آه بس الكوبايتين الا ربع عملوا معايا الكميه دي. مع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد.